السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. كنت تشوفوا اليوم هو اول يوم في رمضان عندنا في اليمن، فبغيت نشارك معكم النهار ديالي كي يدوز. كيف كتشوفوا دابا غادي نبدا. اول حاجه اللي هي الحريره. هذه الحريره هي الشوربه المغربيه. ضروري نحطوها في الطاوله المغربيه، ضروري كتكون في الطاوله المغربيه. فاليوم غادي نشاركها معكم. بالنسبه للمكونات، اول حاجه غادي نبداها هي اللحم. بالنسبه للحم كنقطعو قطع صغيره، وهو اختياري، تقدروا تستغنوا عليه وتعوضوه هذه ضمة البنه اللي كتكون هي حنا معروفه عندنا بكنور، نتوما عندكم ماجي. ماجي. فتقدروا تعوضوه بها ولا تستغنوا عليها، حتى هي ماشي ضروري، هي على حسب النكهه. فعندنا الحمص. بالنسبه للحمص انا حطيته ليله كامله منقوع في الماء. وشوفوا احنا هنا في المغرب كنزيدوا القشره، فاحنا انا ما غاديش نديرها، غادي نخلي القشره، تقدروا تزيدوها. عندنا الطماطم. بالنسبه للطماطم حنا كنقولها مطيشه. الطماطم عندنا 2 طماطم، يعني 2 طماطم. وعندي هنايا الكرفس ضروري يدير في الحريره. بالنسبه لهنا في اليمن ما كيكونش ديما متواجد، فانا نهار كيكون متواجد راه كنشريه وكنحطو في المجمد، فهذا في المجمد. بالنسبه لنا الكبزره والبقدونس. وبالنسبه لهنايا كاين الرز والشعيريه. تقدروا ديروا غير الشعيريه بوحديتها ولا الرز بوحديته، ولا بديرهم بجوج كديري شويه شويه، يعني نص نص. انا كنديرهم بجوج. وهادو هما المكونات. ونسيت ما قلت لكم في المكونات، حبه بصل كبيره يعني، والزيت. نسيت ما قلت لكم الزيت. هنا ناخذ الطماطم والبقدونس والكبزره والكرفس والبصل، نطحنهم ونلتقي مع بعض. تشوفوا هنا غادي ندير اللحم، الزيت. بالنسبه للزيت تعملوا زيت الزيتون او الزيت الطبخه العاديه، او تخلطوهم مع بعض. هنا زدت المكونات اللي طحنت في الاول ونحطهم في النار. راح نحطهم في النار ونخليهم شويه هكذا يتشحروا ولا يتشوحوا، وزيد البهارات. وبالنسبه للبهارات عندي ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره كركم، وملعقه صغيره زنجبيل. بالنسبه للملح على حسب الذوق. نزيد الآن الحمص ونخليه شوية يتشوح مع اللحم والبهارات اللي عملنا. ومن بعد نزيد الماء. الماء لازم يكون ساخن. هنا غادي نقفلوا على الضغاطة ونخليو اللحم والحمص ينطبخوا ونتلقاو من بعد. الآن نفتحوا على الضغاطة ونزيدوا شوية العدس وصلصة الطماطم ونرجعوا نقفلوا عليها. بعد ما نضج اللحم والحمص والعدس نزيد الرز وشوية شعيرية. وآخر حاجة نعملها هي الدقيق. نعمل 4 ملاعق دقيق وشوية ماء ونحركهم جيدا ونحطهم في آخر شيء. وبعد ما تتكمل تنضج الدقيق، ينضج الدقيق يفور، نزيد عليها الكبزرة والبقدونس. غادي ندير التحلية. هنايا عندي نص درجة الحليب، غادي نزيد عليه 4 معالق السكر، على السكر على حسب 4. غادي ندير هنايا
الكريم ولا كريم باتيسري ولا كاسترد. فبالنسبة للتحلية عملت هاد التحلية اللي هي سهلة بزاف، اللي هي مهلبية كلشي كيعرفها. فما كانش عندي الوقت، تأخرت بزاف وقلت أسهل تحلية اللي نقدر نديرها هي مهلبية. بالنسبة للتزيين أنا عملت الفواكه، هاد الفواكه المشكلة، فزدت عليها كذلك فواكه اللي طرية. ودابا غادي نديرو الطبق المشهور اللي ضروري يتحط في الطاولة اليمنية في رمضان، اللي هو الشفوت. بالنسبة للمكونات عندي بيعة، عندي كبزرة وبقدونس، عندي شوية النعناع وربعة الفصوص ديال الثوم. بالنسبة للبسباس ولا هو الفلفلة، حنا كنقولها الفلفلة الحارة، اختيارية. نطحنوا المكونات مع بعض كلها جيدا، ونزيدوا الملح والكمون. هنا غادي ناخد الكمية اللي غادي نحتاج. بالنسبة للكمية اللي باقية غادي نحطها في المجمد، وغادي ناخد كل مرة غادي ناخد الكمية اللي غادي نحتاجها. يعني ما غاديش كل مرة غادي نقاد نفس الخلطة، يعني صافي نخليها في الثلاجة وصافي. بالنسبة هنايا غادي نزيد اللبن اللي هما هنا في اليمن كيقولوا الحاجين. بالنسبة هنايا تقدروا تزيدوا اللبن وتزيدوا كذلك هذا الزبادي. هنا غادي نكتفي انا غير باللبن. بالنسبة للخبز، الخبز كيقولوا ليه هنايا اللحوح. طبعا انا اللي قديته راه قلتها لكم في الفيديو اللي قبل. تقريبا هو ال البغرير، البغرير ديالنا غير هو طريقة مختلفة. تقدروا تستخدموا حتى البغرير، راه كينفع مع هاد الوصفة هذه. وصافي هنايا غادي نخوي على اللحوح، وهادشي اللي كاين. كيف كتشوفوا هنايا بديت كنحط الطبله، وكان صافي قرب يأذن الاذان، تعطلت بزاف فما شاركش معكم داكشي الاخر. هنايا قديت البريوات ولا كيف كيقولوا لهم هنايا السمبوسه. هذه ضروري خاصها تحط في الطبله. بالنسبه داك الكاس ديال العصير، هذاك الكاس بقى لي واحد شويه، قال لك يا من بغى يشربوا فحطيته ليه باش يشربوا. داكشي علاش شوفوا تما داك الكويس. وكنت تشوفوا هنايا قلت لكم درت بريوات، درت بيتزا ميني بيتزا صغار، ودرت سلطه والحريره ودرت حتى الدجاج. كتشوفوا هنا كنوريكم الشباكيه وسليلو، راني انا اللي قديتهم. وهذه هي الحريره. ما نقول لكمش طلعت روعه روعه روعه. آه بالنسبه ماشي مغاربه، ننصحكم بانكم تحطوها في القائمه ديال الشروبات، تعملوها لانه روعه وصحيه وفيها منافع كثيره. واي واحد مش مغربي ياكل يشرب الحريره تعجبه. فهذه هي الطاوله ديالنا، وبصحه وفطوركم. انا من بعد ما كملت تنظيف المطبخ ونظفت البيت، فعملت بخور باش الريحه ديال البيت تكون ريحتها بخور وتروح ريحه الطبخ. فجلست من بعد ناكل التحليه. فهي هذه التحليه كيف جات.
كيف كتشوفوا دابا كملت الصلاه وغادي نوجد راسي باش نمشي للصاله، واخا تماره ديال النهار كامل وانت في الكوزينه. يعني الكوزينه يعني عندنا في المغرب الكوزينه هي المطبخ. يعني النهار كامل وانت في المطبخ وانا في المطبخ وكل شيء، ولكن ضروري نمشي النادي.